بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اهلاويه؟ عاملين ايه؟ معاكم الناس الاحمر. يلا كده اهلاويه دعمونا واشتركوا في القناه. طبعا شفنا ماتش الاهلي والزمالك. لا بصراحه عمل ماتش حلو جدا النهارده، بس مهما حصل برضه المدرب سيء. هو الحمد لله ربنا ستر معانا النهارده. اللعبه كانت بصراحه واحد كان قلقان من الدفاع ان اربعه اول مره نلعب مع بعض، لكن بيك عمل ماتش حلو. هادي رياض عمل ماتش حلو. ياسين لعب ماتش حلو. كوكا برضه كان ماتش حلو بصراحه. يعني في الأوراق كانت كويسة بصراحة في الدفاع وفي الهجوم. يعني احنا الحمد لله ما جبناش كتير، بس احنا كنا بنروح بيها يعني كنا نجيبها جون. إمام لسه زي ما هو مش حلو، بس الأسيست اللي عمله بن شرقي في الهدف التالت هو اللي خلاه كويس. هنتكلم عن ماتش من ساعة ما بدأ الأهلي كان رجع ورا ساب الكورة للزمالك، فدي طبيعي جدا. فالزمالك هو اللي كان بيكسب الزمالك لو كان بيسيب الكورة للفرقة اللي قدامه، وهو كان بإيه برد فعل. كان دلوقتي الأهلي اداك الكورة، انت خدت انت الفعل، فاهم؟ فالزمالك ما يعرفش يعمل حاجة. ودي كانت حركه كويسه من النادي الاهلي بصراحه. انا بخلي الزمالك هو اللي مع الكوره، احنا مش عايزين الكوره في حاجه، احنا عايزين نكسب وخلاص. فالجول الاولاني جه عن طريق بن شرقي. طبعا حط كوره بدماغه حلوه جدا. طبعا محمد طارق في حاجه كويسه جدا. بس لو ما حطش كان ممكن اي حد غيره يشوط، لكن هو لا، هيدي على الكوره ورفعها كويسه، بن شرقي حطها في دماغه كويس. الهدف الثاني برضه بن شرقي، يعني كان بن شرقي بيرقص اي حد. يعني بن شرقي اديله الكوره هيرقص لك اي حد، اي حد جنبه كده هيرقصه. فبن شرقي قعد يعني خد الكوره ورقصه وحطها تاني شحات، حتى شحات حطها لوب من فوق الجون. فيعني بصراحة الجول التاني حلو جدا 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 جدا. حسين الشحات الماتش فضل بازمك ماسك الكورة، ما عملش حاجة. ما فيش حاجة ماتش ولا الزمالك، مفيش هجمة شوط ما حد يفتكرها. ما فيش حاجة خالص. خلص الماتش 2-0. الشوط التاني بدأ طبعا ضربة جزاء لنادي الزمالك، والحمد لله إن شبه صدها. دي كانت تفرق معانا جامد جدا لو كانت دخلت، كانت الماتش كان ممكن يتقلب في لحظة. لكن الحمد لله ربنا سهل وشبير عرف يصدها وعدينا منها إن شاء الله الحمد لله يعني. تاني حاجة جت لنا ضربة جزاء طبعا. تريزيجيه هو أساسا والله تريزيجيه هو داخل يلعبها، أنا حاسس إن هو يعني في متسرع، فاهم؟ فيعني جت في العارضة وصدت. بعد كده بقى عملنا تغييرات. ديانج نزل، زيزو نزل في الآخر. فاعتقد برضه ما زفتش كتير، ما حدش ظهر كتير. هو كان صح إن كان نجم مباراة بن شرقي. بن شرقي ده المفروض ما يمشيش. المدرب الجديد يا جماعة هو اللي يقول مين اللي يمشي ومين اللي يقعد. المدرب الجديد هو اللي يقول مين اللي يمشي ومين اللي يقعد. نكمل بص الماتش. بعد كده بقى الجول التالت إمام حطها لبن شرقي، وبن شرقي حطها في الزاوية البعيدة. فالماتش خلص 3-0. فطبعا يعني الحمد لله إن احنا كسبنا الزمالك. دلوقتي بقى نفكر احنا في أفريقيا السنة الجاية، دي أهم حاجة بالنسبة لنا. نشوف بقى نحاول نكسب ماتشين جايين، نعمل اللي علينا ونكسبهم بقى، سواء هم بقى كسبوا وخسروا يبقى احنا عملنا اللي علينا. ما نخسرش الماتشين الجايين، أهم حاجة نكسب الماتشين الجايين. دلوقتي نتكلم بقى على اللعيبة شوية. في لعبة كتيرة بصراحة مظلومة في النادي الأهلي. المدرب ده خلانا نظلم لعيبة كتيرة في النادي الأهلي. المدرب ده بوظ لعيبة كتير في النادي الأهلي. احنا خلينا نقول اللعبة كلها تمشي، لكن لا بالعكس، اللعبة دي فوق تقعد. يجي مدرب الجديد يتفرج عليهم يقول لهم يا جماعه انا عاوز ده ومش عاوز ده. يعني في لعبه، يعني بيكر النهارده كان كويس. رياض، هادي الرياض كان كويس. بن شرقي كان كويس. وحسين الشحات طبعا لعيب كبير طبعا، يعني هو حظه حلو مع الزمالك بصراحه يعني. فانا رايي ان محدش يمشي خلاص من اللعيبه دي الا لما المدرب الجديد يجي يشوف. لكن امام عظيم مش هيمشي. امام مش فارق معانا. امام شكله كده بيتدلع وشكله مش يعني مش عايز يلعب، فمعاه فلوس قوي عشان يلعب. فاحنا ما نحبش النظام ده، فعايز يمشي امام. فالمدرب الجديد يجي يا جماعه يقول لهم انا عاوزه وهم مشوا. فاحنا ما نمشيش حد عشان المدرب ده خلانا خدنا فكره كلها وش على اللعبه كلها. هو اصلا مدرب سيء. حتى لو كسبت ريال مدريد انت سيء. حتى لو جبت لنا الدوري انت سيء طبعا، ده مستحيل. حد خدنا في افريقيا سيء. يعني مش هنغير راينا عشان انت كسبت الزمالك، يعني فاهم؟ مع احترامي ليك يعني. فالماتش اللي خلص 1-0 النادي الاهلي كده يعني. انا بقى يعني الحمد لله، بس بيراميدز كسب النهارده. الزمالك كده 50-50 واحنا 47. يعني هنشوف بقى الماتشين الجايين هيحصل فيهم ايه. الزمالك عنده سموحة الماتش الجاي، والاهلي عنده انبي، وبيراميدز عنده سيراميكا ان شاء الله يوم الثلاث، كلهم في وقت واحد الساعة 8. فهنمشي ماتش ماتش كده ونشوف اللي هيحصل في الدوري. اهم حاجة عندنا افريقيا السنة الجاية، اهم حاجة افريقيا السنة الجاية. فبالتوفيق نادي الأهلي ان شاء الله في الماتشين الجايين نكسبهم، وبعد كده بقى اللي يحصل يحصل ان شاء الله يا اهلاوي. يلا السلام عليكم.